بسم الله الرحمن الرحيم. في الحلقة اللي فاتت شفنا الاكزامبل على حساب تقديرات، وشفنا ازاي ان انا ممكن جوه البرانش بتاع الترو او الفولس في الاف ان انا ممكن احط جوه البرانش الواحد اكتر من ستيتمنت. ممكن احط برنت انبوت، ممكن احط بروسيسنج يونت، ممكن احط اف تانية زي ما شفنا هنا كان في الفولس حطينا كذا اف. في الحلقة دي هنشوف ازاي ممكن نكتب كود للبروجرام اللي شفناه المرة اللي فاتت. اول حاجة خدت الانبوت اللي هو درجة الطالب، بعد كده هبدأ اتشيك على الدرجة. لو هي اكبر من 85 يبقى معنى كده ان هو جايب امتياز، فهقول if x اكبر من او تساوي 85 ده معناه ان الطالب جايب excellent. else هبدأ اعمل حاجة تانية. طيب else هعمل ايه جوه الelse؟ هشوف لو هو جايب فوق ال 75 if x اكبر من او تساوي 75 فده كده معناه ان الستودنت دوت جايب very good. وده اللي شفناه المره اللي فاتت، ان انا لو الاف بتاع الالس بتاع ان اكس اكبر من 85 كنت بتشيك هو لو جاي فوق 75 يبقى معنى كده هو جاب very good. الالس الجديده بتاعه الاف الجديده هبدا جواها اعمل تشيك تالت، فهاجي هنا اهو الالس هبدا اعمل اف تانية او تالتة بقى. لو الاكس اكبر من او تساوي 65 فده معناه ان الستودنت جايب جود. طيب لو مش جايب فوق ال 65 الالس هعمل جواها اف تانية. لو هو جايب فوق ال 50 فده معناه ان هو مقبول. والإلس بتاعت الإف ديت آخر إف الإلس بتاعتها. الإلس دي معناها إن هي لا فوق 85 ولا فوق 75 ولا فوق 65 ولا فوق 50. آخر إلس خلاص يبقى معنى كده إن هو جايب أقل من 50 وده يبقى فيلد. طيب تاني احنا عملنا إيه؟ أول حاجة قريت الإنبوت، بعد ما قريت الإنبوت بدأت أتشيك على الإنبوت اللي اليوزر مدخله. لو هو فوق ال 85% بقول ان هو excellent. طيب else لو هو مش فوق ال 85% ببدأ في الelse اتشيك جواها على الاكس لو هي اكبر من 75. فواضح ان كل ده كده، كل الكود ده كده جوه الايه؟ جوه الelse بتاعه الاف الاولانيه ديت. فلو دخلت جوه الاف الاولانيه اللي هي دي، لو نفذت لو الكونديشن ده صح هو جاي فوق 85% هخش انفذ السطر ده والإلس ده كله ولا كأني موجود، مش هنفذه خالص. طيب لو ما كنتش جاي فوق 85 هخش جوه الإلس وابدأ انفذ السطور اللي جواها سطر سطر كأنه بروجرام تاني خالص، لان احنا متعودين جافا بتنفذ سطر سطر. هقوم داخل جوه الإلس ومنفذ الكود ده. الكود ده اول سطر فيه بيعمل ايه؟ بيتشيك هل الاكس فوق ال 75. لو فوق ال 75 هيخش ينفذ يقول لك ان هو فيري جود، وساعتها مش هينفذ الإلس ده ولا كأن الإلس ده موجود. طيب لو كانت اكس مش فوق 75 هيبدأ يخش جوه الإلس يتشيك عليها. لو هي فوق ال 65 هيقول لك جود والإلس ده ولا كأنه شايفه. طيب لو ما كانتش فوق ال 65 هيخش جوه الإلس وينفذ الكود ده يتشيك. لو هو فوق ال 50 هيقول لك ان هو باست ومش هيبقى شايف الإلس ديت. طيب لو ما كانش فوق ال 50 هيخش ينفذ يقول لك فيلد ويطلع. لو جينا مثلا عملنا رن للبروجرام ودخلنا له مثلا 90، انا دخلت 90 هل الاكس اكبر من 85؟ هيخش جوه الاف هيطبع اكسلنت والالس دي كلها ولا كأنه شايفها، يطبع اكسلنت ويخرج من البروجرام على طول. طيب تعالوا رن تاني
لو جيت انا دخلت له مثلا 60، ال60 هيجي يخش جوه الاف. هل الاف دي هتنفذ؟ لا، اكس مش اكبر من 85، 60 مش اكبر من 85، فمش هيخش جوه الاف، هيخش جوه الالس. يخش جوه الالس يبدا ينفذ اول سطر فيها اللي هو ايه؟ اف اكس اكبر من 75. هل ال 60 اكبر من 75؟ لا، يقوم داخل جوه الالس ينفذ اول سطر فيها. هل الاكس اكبر من 65؟ لا، يقوم داخل جوه الالس. هل الاكس اكبر من 50؟ يقوم طابع بوست. ودوت اللي احنا شفناه. فاهم حاجه تهمني ان احنا نبقى فاهمينها في المثال دوت، ان انا ممكن جوه الاف، احنا قلنا ان الاف بتتفتح بقوس المجموعه ده وتتقفل بقوس المجموعه، والالس نفس الكلام بتتفتح بقوس المجموعه وتتقفل بقوس المجموعه. اللي يهمني ان انت تبقى عارف ان انت جوه الاف او جوه الالس تقدر تكتب اي كود انت عايز تكتبه. ممكن تكتب اكتر من سطر، مش سطر واحد. ممكن جوه الاف تكتب اف تانية، ممكن جوه الالس تكتب اف تانية، وهكذا. وبعد كده بعد ما هيخلص الاف، يا اما يخش في الاف في الكود بتاع الاف ينفذه، يا اما يخش في الكود بتاع الالس ينفذه، هيطلع يكمل البروجرام بتاعك عادي جدا. يعني لو كان البروجرام هنا كان فيه سطور مكتوبه تحت I will terminate مثلا، بعد ما يخلص الكود بتاع الاف او يخلص الكود بتاع الالس هيطلع يكمل الكود عادي خالص اللي عليه الدور، اللي هو مثلا السطر ده ينفذه. فلو رنينا مثلا دلوقتي ورحت جيت انا مدخل له مثلا 92، ف 92 طبع اكسلنت اكبر من 85 فطبع اكسلنت، وبعد ما طبع الاكسلنت طبع I will terminate. طبعا ليه I will terminate؟ لان هو بعد ما خلص الاف فكه من الالس ده خالص ولا كانه موجود، وراح مكمل شغل بعد كده، نفذ السطر اللي عليه الدور اللي هو دوت، فطبع I will terminate now. اوكي. طيب هل في طريقه تانية ممكن نكتب بيها الكود دوت؟ تعالوا نشوف طريقه تانية ونحكم ونشوف ايه الفرق ما بين الطريقتين. الكود الاولاني ده هنعمل له كومنتنج كده كانه مش موجود، عملت له كانه كومنت مش موجود. ابدا بقى اكتب ايه؟ كود تاني. طيب نفس الفكره في الاول، هبدا اقول اف اكس اكبر من 85 اكبر من او تساوي 85، ساعتها هبرنت excellent else هعمل حاجة تانية. طيب لو رجعنا للمسألة، احنا كنا بنقول ايه؟ لو هو فوق 85 يبقى excellent، لو مش فوق 85 بس فوق 75 يبقى very good، لو مش فوق 75 بس فوق 65 يبقى good، لو مش فوق 65 بس فوق 50 يبقى paused. طيب اللي بنقوله ببقنا دلوقتي هنحاول نروح نكتبه. احنا قلنا ببقنا ايه؟ قلنا لو فوق 85 يبقى excellent، else لو هو فوق 75 يبقى very good. فانا هاجي هنا في الكود، انا قلت لو فوق 85 يبقى excellent صح؟ else if لو هو مش كده بس فوق 75 هطبع ايه؟ very good. فانا قلت هنا هو لو هو فوق 85 يبقى excellent، else if لو مش كده بس هو الاكس اكبر من 75 ساعتها يبقى ايه؟ very good. else if x اكبر من او تساوي 65 يبقى good. فبقول لو هو مش كده بس هو فوق 65 يبقى ساعتها good. else if x اكبر من او تساوي 50 يبقى passed. وفي الاخر else لو هو ولا حاجة من الحاجات دي خالص يبقى هو failed. عملت ايه؟ الكود ده بيعمل ايه؟ الكود ده هو نفسه اللي فوق، بس جمعنا الالس مع الاف اللي تحت منها في سطر واحد، ماشي؟ وبقيت كأن اللي كنت بتقوله ببقك كأنك بتكتبه، بتقول لو هي فوق 85 يبقى امتياز، else لو هي مش كده بس فوق 75
تبقى very good. else لو هي مش لا كده ولا كده بس هي فوق ال 65 تبقى good. ماشي. لو هي مش كده else وهي فوق ال 50 تبقى passed. وفي الاخر else لو هي ولا حاجه من دولت تبقى failed. فالحاله دي اللي هي اسمها else if بنستخدم فيها else if هيخش في واحده بس من كل دولت. هيخش يا هنا يا هنا يا هنا يا هنا يا هنا، مش هيخش في اتنين، هيخش في واحده منهم بس. وهيمشي بالترتيب واحده واحده. اللي فيهم الشرط بتاعها الكونديشن بتاعها يتحقق هتخش فيها، هيخش فيها ويسيبه من كل اللي باقيين ويكمل البروجرام بعد كده عادي. فمثلا لو انا مدخله 70 هيخش الكونديشن الاول، هل ال 70 اكبر من 85؟ لا، فمش هيخش هنا. يقوم داخل على الالس يشوف الكونديشن الجديد اللي في الالس اف، هل ال 70 اكبر من 75؟ لا، فبرضه مش هيخش هنا. اهوت هيقوم نازل على اللي وراه يشوف الكونديشن اللي وراه، هل الاكس اكبر من 65؟ ال 70 اكبر من 65. هيقوم داخل طابع جود ويسيبه من كل الباقيين ويطلع يكمل البروجرام بتاعه ويقول I will terminate. فلو دخلت 70 هيطبع جود وبعد كده هيطبع I will terminate. تعالوا نرن ونشوف. لو دخلت 70 طبع جود وقال لك I will terminate. فالطريقة التانية دهيت ميزتها ايه؟ اول حاجة الكود اقل من الكود اللي فوق هنا اهوت. احنا هنا دمجنا كل سطرين في else if، اتدمجت في سطر واحد بس بقت else if. دي اول ميزة. تاني ميزة ان الكود مقري كده اكتر، لو جه حد قرا الكود ده هيفهمه اسهل من ان هو يقرا الكود اللي فوق دوت. هنا كده الدنيا باينه كلها قدامك، لو هي اكبر من 75 هيقول كذا، لو هي اكبر من 75 هيقول كذا. فالكود كده مقري اكتر عن الكود اللي فوق. وموضوع الريدابيلتي دوت ان الكود يبقى مقري ده مهم جدا 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 في السوفت وير ديفلوبمنت. ليه مهم ان الكود بتاعك يكون مقري؟ ان حد يعرف يقراه بعد منك، علشان لو في حد بعد منك جه يشتغل في البروجرام ده يبقى فاهم انت كاتب ايه. ولو ما حد، لو انت نفسك جيت قريت الكود ده كمان اسبوع او كمان شهر تفهمه، لان انت استحاله تبقى فاكره كمان شهر، استحاله تكون فاكر الكود ده كان بيعمل ايه. فلما تيجي تقراه تاني كمان شهر عشان تحاول تعدل فيه حاجه تبقى فاهم انت اللي كنت كاتبه ده كان ايه وتقدر تعدل فيه بسهوله. فمهم جدا ان الكود بتاعك يكون ريدابل. فالelse if بتوفر كتير لما يكون عندك else جواها if، هي بتدمج لك السطرين دولت في سطر واحد. فيفضل استخدام else if لما يكون في عندك كونديشنز كتيره، زي حاله المساله بتاعتنا ديت. انا كان عندي كذا كونديشن، كنت بشوف اول كونديشن لو ما اتحققش اشوف الثاني، لو ما اتحققش اشوف الثالث، لو ما اتحققش اشوف الرابع، وهكذا. فلما يكون عندك كده الحاله دهيت يفضل ان انت تستخدم else if. وساعتها زي ما قلنا ان هو هيخش في واحده منهم بس، والاول واحده هيخش فيها هيسيبه من كل الباقيين. الelse if كانك اللي بتقوله ببقك بتكتبه. فانت اول كونديشن بتشيك عليه، لو ما اتحققش else، والله else if بقى لو الكونديشن ما اتحققش والكونديشن التاني ده اتحقق يبقى يعمل كذا. لو برضو الكونديشن التاني ما اتحققش يبدا يشوف الكونديشن التالت وهكذا. فحاول دايما تستخدم الelse if على قد ما تقدر. طول ما انت ممكن تستخدمها هتكون اكيد احسن من ان انت تكتب if و else وتحط جوه الelse if تانية وهكذا.